تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات، ويلا نبدأ. وطبعا ما ننساش نشكركم على كومنتاتكم الجميلة اللي بتشجعنا ان احنا نعمل لكم فيديوز. طبعا يا جماعه انتوا شفتوا الفيديو اللي فات اللي بقول لكم عن الجلو اب والكلام ده كله، فاحنا قررنا ان احنا نستفاد من الشهر اللي فاضل في الاجازه ونعمل جلو اب كامل بقى. هنكمل بقى باقي السنه بيه، بس قررنا ان احنا نعمل جلو اب ده، فده اول يوم فيه وده الروتين بتاعنا اللي هنكمل عليه. فقررنا ان احنا نصور فيديو معاكم وتشوفوا الروتين بتاعنا. اول حاجه بنغسل سناننا بمعجون اسنان ووشنا بالكلينزر او الغسول اللي احنا متعودين نغسل بيه، وبعدين هنعمل فطار. فيلا بينا. اول حاجه يا جماعه صحينا الساعه 8، بنحاول نظبط نومنا على قد ما نقدر. بعدين غسلنا وشنا واسناننا، ده طبعا الكلينزر اللي احنا بنستخدمه، فرشه الاسنان ومعجون الاسنان. هنا بقى كنت بوريكم قد ايه الزرع تحفه مع الهواء بتاع الصبح والشمس بتاعه الصبح اللي هي هاديه جدا دي، وبجد المنظر كان تحفه. ده زرع جديد لسه جايبينه اصلا. وبعد كده يا جماعة حبيت نسقي الزرع بتاعنا. هو مش معروف هو بتاع مين، بس تقريبا مريض نتعاطى عشان ثانوية عامة وكده وتجديد الطاقة. بعد كده هنعمل فطار، هنعمل بيض اومليت، هنحط بيضتين ورشة ملح ورشة فلفل، ده اسهل حاجة. وعشان هو اكل صحي ومفيد ويغذينا، فاحنا مش هنستخدم سمنة كتير، يا دوبك طرف المعلقه يعني وكده. بعد كده هنحط البيض بتاعنا. انتوا طبعا تقدروا تحطوا خضار، تحطوا اي حاجه، المهم حاجه مفيده. بعد كده هنحطه في الطاسه، ولما يطيب نقلبه على الناحيه التانية زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. بعد كده هنحطه على بعضه، يعني انا حبيت اعمله كده عشان ندخل في الطبق، يعني اكيد مش هحطه في حته تانية. والمهم ان احنا نفطر فطار صحي. فانا عملت البيض اومليت. ويا جماعه حبينا ان احنا نعمل جنب البيض يعني وكده والاومليت ان احنا نعمل خيار متقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان ما بنحبش الدواير. وقررنا ان احنا ندخل عاده جديده في يومنا وهي بذور الشيا. فاول حاجه قطعنا 3 ليمونات بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان نحطها مع بذور الشيا. بعدين جبنا كوبايتين مليانين ميه، ملناهم ميه، وبعدين حطينا بذور الشيا وحطينا عليها الليمون اللي احنا قطعناه. بس لو انتوا عايزين تعملوا بذور الشيا ما تحطوش ليمون، عشان الليمون بوظ طعمها. هي شخصيا ملهاش طعم، بس الليمون اداها طعم غريب قوي. فانتوا جربوا الاول بذور الشيا من غير ليمون خالص، بعدين دخلوا الليمون عشان مفيد اكتر. بعدين كنا بنوريكم فطرنا، وهنا كنا بنوريكم الشجر يعني وكده. جوجو كانت بتقطع في الشجر. المفروض دي حاجة مفيدة، يعني دي بتفيد جدا، مش مفيدة للبشرة والحاجات دي زي ما مفيدة للجسم والهضم والحاجات دي اكتر بكتير من البشرة. فالهدف بتاعنا اصلا من السلسلة اللي احنا بنعملها دي او الجلو اب ده ان احنا نهتم بصحتنا. فهنشربه دلوقتي ونشوف طعمه معاكم، اول مرة اجربه في حياتي. فاضل شوية صغيرين هشربهم لجوجو تشوف طعمه. يا حبيبتي اشربي، امسكي. وهنا يا جماعه كنا بنرتب الاوضه، وحابين ان احنا نغير الملايات بتاعه السراير، لان احنا كنا حاسين ان احنا محتاجين ان احنا نغيرها، وهي كانت محتاجه تتغير. فغيرناها علشان تغير مود الاوضه خالص. هي الاوضه اصلا ما كانتش محتاجه تترتب كتير، هي كانت محتاجه حاجات بسيطه كده، بس احنا حابين ان احنا ننضفها بضمير شويه، علشان التنظيفه دي ممكن تتعمل كل اسبوع مره او حاجه. وبعد كده دخلنا على المكتب والتسريحة. المكتب خد مني شوية حاجات عشان هو كان على حاجات كتير من فوق، بس هو كان متنضف. ومارينا خلصت التسريحة، وده شكلها النهائي بعد التنظيف، مريح للعين جدا جدا جدا. مش هناخد بالنا من الزرع لان هو واقع. وبعدين عملت مساج بالأداة دي، وبعدين حبيت ان انا احط حمام زيت على شعري علشان النهارده كان يوم الغسيل بتاع شعري. فحطيت اخر نقطتين من حمام الزيت اللي عندنا حرفيا من كل حاجه. وبعدين حبيت ان انا اجيب زمزميه واحط فيها ميه وخيار وليمون ونعناع وارجهم في بعض علشان كنت هتمرن. فحبيت ان انا اعمل الميه دي اخدها سناك في نص التمرين. وبعد كده جهزنا حاجة الكاراتيه، حطينا الأحزمة والبدل وكمان الوقيات. مارينا بني 2 وانا ازرق 1، وكمان حطينا المية وبس كده. للعلم يا جماعه اليوم ده احنا اتمرنا في البيت، ما نزلناش تمرين. فيا جماعه دلوقتي وقت التمرين. المفروض ان احنا نتمرن في البيت اي حاجه. اللي مش عارف ان احنا اصلا بنتمرن كاراتيه من بدري جدا، بس موقفين برضو من بدري جدا. فالمفروض ان احنا راجعين يوم الجمعه الجايه، والنهارده التلات، يعني قدامنا يومين نفتكر كل حاجه في الكاراتيه، نفتكر الكاتا، الكوميتيه، نفتح الحوض اللي عمري ما فتحته في حياتي افتحه في يومين. فقررت ان احنا نبدا النهارده نتمرن، ويا رب اكمل بكره وبعده علشان ما انزلش يوم الجمعه مش عارفه اي حاجه بقى ولا فاكره اي حاجه ويبقى شكلي وحش. زائد ان هي حزام عالي داخله على اسود. كابتن مارينا كابتن لا كاراتيه ده حاجه في قمه القرف. ده حقيقه.
بجد بيبقى حاجة عرق نفسي وريحة. انزل جيم بجد، نفسي انزل جيم واكبر دماغي من الكاراتيه. ما هو نفس العرق ونفس الريحة. المهم دلوقتي هنفتح فيديو، او انا فاكره شويه تمارين هنعملهم كروته كده باي. طيب يا جماعه ما قدرناش نصور لكم واحنا بنتمرن عشان الفيديو اللي صورناه طلع مش حلو. وانا بتمرن اصلا كنت حاطه الزيت على شعري، فطلعت غسلته وبعدين حطيت حمام الكريم، ودي كانت حاجه الشاور. وبعدين وانا حاطه شعري في الفوطه الميكروفايبر عشان ينشف، قررت ان انا هاخد كورس الانجليش بتاعي وانتوا عارفينه اصلا. بصوا يا جماعه دلوقتي انا اخدت يعني الفيديو اللي انا بسمعه طلع منه الكلمات وكده وبعمل معاه شادوينج. فالمفروض الوقت ان الكلمات دي اعملها يعني اكتبها زي كده تمام، بس باراجراف كده صغير. بس الفكره ان دلوقتي النت واقع، فانا محتاجه استنى النت لما يجي وانا مش فاضيه. وانا اصلا الكلمات دي كنت حافظاها اول امبارح، والكلمات دي حافظاها قبلها ومش فاكره منهم حاجه، فقلت خلاص اخليهم مره واحده بكره ابقى اراجع الكلمات كلها واحفظها كويس وبعدين ابدا من جديد اكمل يعني على اللي انا عاملاه. فبس ده اللي هعمله دلوقتي. هقعد بقى ايه اتغدى او اتعشى، غالبا اتعشى، وهقعد اكمل باقي السكريبت بتاع الفيديو. المفروض في فيديو هيتصور النهارده وينزل بكره، فكنت كاتبه فيه شويه من بدري. المفروض هقعد اكمل السكريبت بتاعه. هو المفروض ان انا كاتبه ايه جزء وربع جزء، هما المفروض 4 اجزاء، فانا كاتبه جزء وربع، فاضلي جزئين وربع، فالموضوع كبير قوي. هتعشى وبعدين ارجع اشوف هعمل ايه. دلوقتي يا جماعه انا بعد ما خلصت الحاجات اللي ورايا، انجي قاعده تعمل شنطه خرز. بصوا شكلها خطير ازاي، لسه طبعا ما خلصتش بس اللمعه خطير. المهم دلوقتي هقعد اصور فيديو. فيا جماعه جهزت طبعا الفيديو، كتبت السكريبت بتاعه وبعدين صورته اللي هو فيديو الجلو اب اللي نزل لكم. حبيت ان انا عملت عصير مانجا كده عشان اقعد امنتج الفيديو بروقان. وبعد كده يلا بينا نعمل عصائر مفيدة. اول حاجة في اول مشروب حطينا جزر وخيار وكمان شوية ليمون، يعني هو مش كتير بس هي ليمونتين او ليمونة على حسب يعني حجمها وكده. وطبعا احنا كتبنا لشات جي بي تي عن المكونات اللي عندنا، هو عمل لنا عصائر مفيدة ليها. بعد كده صفيناها كويس طبعا عشان الحاجات اللي فيها دي. وده شكلها بعد ما اتحطت في ازازة. هو طبعا هيبقى زي العصير عادي، خيار وجزر. وهتشربوا كوباية صغيرة او كوباية كبيرة زي ما تحبوا على الصبح كده، هتبقى مفيدة ليكم ولجسمكم ولبشرتكم جدا. وتاني مشروب هو بنجر. البنجر هو مش موجود حاليا بس هو بيبقى موجود، بيبقى تحفة. ونعناع وبس كده نخلطه في الخلاط، وده شكله. حطيناه في اي ازازة طبعا. وهنشرب برضو كوباية. انتوا تقدروا تعملوا واحد بس من الثلاثة اللي انتوا شايفينه، جربوا طبعا. ولو مش عندكم الحاجات دي اكتبوا لشات جي بي تي وهو هيطلع لكم مشروبات مفيدة بالمكونات اللي عندكم. تالت مشروب حطينا خيار ونعناع وليمون وبس. ده شكله عامل زي عصير التفاح بس مش مشكلة. هنشرب برضو كوباية زي ما قلت لكم. اختاروا اللي انتوا حابينه واللي انتوا عايزينه، وشات جي بي تي هيختار لكم. وبس كده بيكون خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات وباي.